في ابلكيشن كنت شغال عليه لاحظت فجأة واحدة ان اليوزرز بيحصل لها لوج اوت بشكل عشوائي، وفي نفس الوقت مفيش اي ايرور مسج بتتسجل لا في الكلاينت سايد ولا في السيرفر سايد. قبل ما نشوف حل المشكلة دي لازم نكون عارفين ان السيرفرات ليها نوعين. النوع الاولاني اسمه ستيتلس، وده فكرته ببساطة لما اليوزر يعمل كونكت على السيرفر ده السيرفر مش بيخزن في الميموري بتاعته السيشن بتاعت اليوزر. لكن النوع الثاني اسمه ستيتفول، مع اول مرة اليوزر بيكونكت على السيرفر ده السيرفر بيسجل عنده في الميموري السيشن بتاعت اليوزر، على اساس ان لو نفس اليوزر ده حاول يكونكت على نفس السيرفر مرة ثانية السيرفر ده بيكون عارف مين اليوزر اللي بيكلمه. عمليه زي عمليه تسجيل الدخول لازم تتم عن طريق سيرفر ستيتفول، على اساس السيرفر ده يسجل في الميموري بتاعته السيشن اي دي، وفي نفس الوقت على المتصفح بتاع الكلاينت يتسجل برده السيشن اي دي ديت في الكوكيز بتاعه المتصفح. الموضوع ده يشتغل معاك كويس جدا لو الابلكيشن بتاعك بيشتغل على سيرفر واحد، لكن لو الابلكيشن بتاعك بيشتغل على سيرفرين اليوزر اللي بيعمل كونكت عندك هيروح وليكن على السيرفر الاولاني والسيشن اي دي بتتسجل في سيرفر اسمه ايه. في الريكوست الثاني اللي بيعمله نفس اليوزر اللود بالانسر بيوجه الترافيك بتاع الريكوست ده على سيرفر بي، بس سيرفر بي ما عندوش اي معلومات عن اليوزر ده، ففي اللحظه دي تحديدا بتحصل عمليه اللوج اوت. حل المشكله دي ان بدل ما السيشن اي دي بتتخزن على مستوى كل سيرفر لوحده، المفترض انها تتخزن في مكان كل السيرفرات تقدر تشوفه زي الريدوس مثلا على سبيل المثال. ففي الحاله ديت لو اليوزر عمل كونكت على السيرفر A او السيرفر B او السيرفر C وات ايفر عدد السيرفرات، كل السيرفرات دي تقدر تتعرف على اليوزر ده عن طريق السيشن اي دي بتاعته اللي متسجله في مكان شيرد ما بين كل السيرفرات، مش على مستوى كل سيرفر لوحده.